السلام عليكم يا اخويا. السلام ممكن عليكم. اسالك سؤال في برنامج؟ اتفضل. ايه اصعب موقف مر عليك في حياتك؟ وفاة والدي الله يرحمه. بس بقى الدنيا فضيت حواليا، دي عارف انت اللي هو الدنيا اتقلبت خلاص، ظهري اتكسر بقى، بقيت عريان وسط الناس. هو الوحيد اللي كان بيبقى سندك راح. انت دلوقتي ماشي مع الدنيا انت وهم لوحدك، بيبقى هو ظهرك، وهو في المشاكل هو واقف معاك، هو بيسندك. انما دلوقتي انت ساند نفسك، وربنا برضه سندك طبعا. اول حاجه انا كنت مثلا، انا كان والدي يوفر لي حاجات، انا دلوقتي مش هعرف اوفر حاجات دي لنفسي، اللي هو خلاص بقى انت دخلت. كنت معتمد على والدك يعني؟ كنت معتمد على والدي، وانا برضو بشتغل، ما انا فوتوغرافر، بس بقضي مصاريفي، مش هعرف ان انا اسد في الجهاز وفي حاجات تانية هتبقى صعبة، اللي هو انت فاهم، حاجات تانية خالص. ما تقلقش من اي حاجه والله انت قدها. طول ما ربنا معايا طبعا مش هقلق. ما تعيطش والله، الدنيا مش مستاهله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مالك بتعيط ليه؟ هو بس ما فيش حاجه، ما فيش حاجه. مفيش حاجة في الدنيا مستاهلة انك تبكي عليها يعني ايا كان. هو بس والده توفى وهو زعلان بس. البقاء لله، البقاء لله يا حبيبي. بص، كلنا جنازات مؤجلة، وربنا بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سيدنا محمد بيقول إيه؟ بيقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فيعني انت ان شاء الله تكون خليفة ابوك وما تزعلش، كلنا جنازات مؤجلة. الحمد لله حبيبي، صح، الحمد لله. هقول ايه اكتر من الحمد لله؟ الحمد لله. الحمد لله. انت خليك دايما مع ربنا. انت حافظ قرآن؟ يعني ربنا بيقول ايه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انا عارف والله اللي هي حاجه صعبه عليك، انت قدها وقدود والله، يعني انت اخويا، ولو احتجت اي حاجه كلمني في اي وقت انا موجود. طبعا. ربنا بيقول ايه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا يرحمه، وإن شاء الله تكون ذرية صالحة تكون سبب في مغفرته ودخوله الجنة إن شاء الله. يعني بس غير حاجة واحدة، اللي هم يدعوا له بالرحمة بس في الكومنت.